ولذلك نصيحتي لأي شاب، نصيحتي من كان دون سن 30، من كان دون سن 30 عليك بالعلم، اترك العواطف، لا انشغل بنفسك بالعلم، لا تنشغل بقضايا الشأن العام، قضايا الشأن العام لا تنشغل فيها، قضايا المجتمع، قضايا العالم، لا اشتغل بالعلم، ركز على العلم. لأنك كل ما أنتم الشباب بناة المستقبل، فإذا بنيت نفسك علميا ليس عاطفيا، بنيت نفسك على العلم، إذا دار الزمان ودورته وكلفك ولي الأمر مستقبلا بأي مهمة من مهام، مسؤولية من المسؤوليات، وإذا عندك علم تتخذ قراراتك في المجال الذي يكلفك فيه ولي الأمر بعلم، ما تتخذه بعواطف. حتى لو ما كلفك ولي الأمر بشيء، صرت في حياتك حتى تتخذ قراراتك بعلم ليس بعواطف. ما يستطيع أحد يجرك بعاطفة، لأن عندك علم يحميك، العلم نور. لكن لاحظ اللي يشتغلوا بالعواطف من صغرهم، اشتغل بقضايا الأمة وقضايا المجتمع وقضايا العالم وقضايا كذا، عواطف بس، واشتغل بشيء ليس له فيه. هذا سبحان الله في المستقبل كل قراراته يبنيها على عواطف، ويهلك نفسه ويهلك من حوله، بسبب أنه لم يبني حياته على علم. فنحتاج إلى توازن طبعا بين العاطفة والعلم، لكن ركز على العلم، هو الذي يضبط لك العواطف. وذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عاطفة الشباب يجب أن تضبط بحكمة العلماء. فنحن بحاجة إلى هذا الأمر، فالارتباط بالعلماء يحمي بإذن الله سبحانه وتعالى الشباب من الانجراف. ولذلك حتى النقاشات اليوم في مواقع التواصل أو في الانترنت، لا تدخل في نقاشات مع أحد إذا لم يكن عندك علم.